اول حاجه كده، انا عارفه ان انا وحشتكوا زي ما انتوا وحشتوني. شكرا جدا جدا لكل اللي دخل لي على الواتساب يسال عليا، ما بنزلش فيديوهات ليه. تاني حاجه، طبعا الفيديو ده المفروض كان ينزل لكم من اسبوع فات. فيديو الاكل نزل على قناه اسماء جمال كيرز شانل، قناتي التانية، وكان المفروض الروتين ينزل معاه او نفس اليوم او بعده بيوم. المهم ان حصل ظروف وما عرفناش ننزل فيديوهات الفتره اللي فاتت. المهم يا جماعة، عنوان الفيديو النهاردة على الست الطيبة اللي هتشوفوها دلوقتي. معانا كده في ملخص عبارة عن دقيقة، هي حابة تتكلم معاكم بنفسها. ست بسيطة، طيبة، أم زي كل أم بتسعى وتشقى على رزق عيالها. لها ظروف معينة كده نحب نسمعها بنفسنا وبعدين نرجع لكم تاني. وأتمنى كلنا نقف جنب الست الطيبة دي ونساعدها، لأنها بالفعل محتاجة المساعدة، محتاجة وقفتنا جنبها. فيلا بينا نسمع بنفسنا ونشوف الست الطيبة دي بتقول ايه ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم محمود. قناتي اسمها رب العباد لن ينساني. بتمنى من كل أخت وكل أخ عندي، أختي أم هاجر، مدام أسماء، إن تدخل عندي وتنورني في قناتي. بالله عليكم أستحلفكم بالله، أنا ظروفي يعني ربنا وحده عالم بيها. ادخلوا وشوفوا بنفسكم، مش هتخسروا أي حاجة بس لو دخلتوا عندي وبصيتوا على قناتي وبصيتوا على محتوايا. أنا أم الخمس عيال، وجوزي والله العظيم تخلى عني وسابني بعيالي الخمسة بعد ما يعني قعدت معاه 19 سنة بربي في العيال وكده، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اللهم لا اعتراض على أمر الله ونصيب يا رب. فبالله عليكم ادخلوا عندي واشتركوا في قناتي، انا بس محتاجاه مصدر رزق العيال عشان اقدر اكمل مشواري. والله العظيم تاني ربنا مطلع وعالم باللي انا فيه. بالله عليكم تدخلوا، انا مش محتاجة اي حاجة من حد غير من رب العباد، ان هو ربنا سبحانه وتعالى ما ينسانيش ان شاء الله. وقناتي تتفاعل بيكم ان شاء الله وتقفوا معايا وتشتركوا عندي، بحيث انها تكون مصدر رزق ورزق لعيالي عشان ما تخلاش عنهم واقدر اكمل مشوار. الحمل تقيل عليا، بالله عليكم استحلفكم بالله تقفوا معايا وتدخلوا. كل اللي يشوف المقطع ده بالله عليكم متابعين ابله اسماء، ادخلوا عندي لوجه الله، مش عشاني انا، عشان بس اربي عيالي واكمل مشواري ومسيرتي على خير. بالله عليكم لا تقفوا معايا وتدخلوا على قناتي. ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويخليكم. المسلم للمسلم يشد بعضه بعضا. بالله عليكم لا تدخلوا وتقفوا معايا في قناتي. والسلام عليكم. عاوزة اقول لكم اول حاجة لفتت نظري لاسم قناتها، رب العباد لن ينساني. سمت قناتها اسم مميز جدا. عجبني قوي ان هي عندها ثقة كبيرة قوي في ربنا، ان شاء الله يسخر لها الناس اللي هتقف جنبها. زي ما سمعتوا يعني نبذة بسيطة عن محتواها او عن حياتها، لكن هي قصتها مؤثرة جدا جدا. لما كلمتني قالت لي انا متشعلقة في رقبتك وطمعانة في كرم ربنا، ومتشعلقة فيك ان انت اللي هتوصلي رسالتي للناس، لان انا ظروفي صعبة جدا. عشت 19 سنة ربنا اللي علم بيا، وفي الاخر برضو اترميت بعد ما خلفت 5 عيال في رقبتي. 5 عيال في رقبتي، ما اقدرش، انا ام وما اقدرش اتخلى عن ولادي. ما لقيتش حاجة الجأ لها غير ان انا افتح قناة. قلت اصحاب الخير كتير والدنيا بخير. فاتمنى كل الناس جبارين الخواطر يدخلوا عندها ويفرحوها بالاشتراك. مساعدتكم ليها يا جماعة هي ان انتوا تشتركوا عندها وتتابعوها. يا ريت مش تشتركوا بس، لا تتابعوها عشان تبقوا مصدر رزق، ان ربنا كده يكرمها ان شاء الله، وان هي تقدر تصرف على اولادها. يعني هي عايزة بس الدنيا تبقى الحال ماشي، مش عايزة اكتر من كده. بتمنى كل الناس المحترمة جبارين الخواطر. انا هحط لكم اللينك بتاع قناة ام محمود. قناتها طبعا مميزة جدا، محتواها بسيط، واسمها زي ما قالت لكم رب العباد لن ينساني. اسمه مميز جدا، وان شاء الله ربنا ما بينساش حد، والناس المحترمة كتير. وان شاء الله باذن الله كلنا نقف جنبها وندعمها عشان تقدر تكمل مشوارها وتربي اولادها.
فهحط لكم اللينك في تعليق مثبت، كلنا ندخل على التعليق يا جماعة، اللي في اول تعليق مثبت هتلاقوا لينك، اضغطوا على اللينك هتلاقوا نفسكم في قناة رب العباد لن ينساني، وان شاء الله كلنا معاكي وفي ظهرك، وباذن الله تبقى مصدر رزق ليك. معلش طولت عليكم، بس هي فعلا الست دي انا حبيت اساعدها لانها فعلا تستاهل، كفاية ان هي بتسعى لرزق 5 عيال، يعني يا سلام، يعني حاجة من عند ربنا كده، ان شاء الله ربنا هيكرمك ان انت ما تخلتيش عن ولادك. وطبعا ما فيش ام بتتخلى عن ولادها، حتى لو الاب تخلى الام ما تتخلاش ابدا. فهنا يا جماعة طبعا زي ما شفتوا انا هعمل النهاردة محشي وبط. الروتين ده اتأخر عليكم شوية، بس هو انا كنت مصورة الروتين ده ومصورة كمان فيديو تاني هينزل لكم على قناة اسماء جمال كريزو شانل، القناة التانية بتاعتي هينزل لكم برضو عليها ان شاء الله بكرة. الفيديوهين دول متصورين من اسبوع، لكن ان شاء الله هنبدأ ننزل معاكم فيديوهات. بصوا بقى، طبعا زي ما شفتوا طريقتي بقى في المحشي يا جماعة زي اي ست، طريقة بسيطة جدا. طبعا بتعملي شوية البصل كده تحمريهم، بس ما بنحمرهمش ان هما يغمقوا كده، لا قبل ما تغمق عشان ما تمررش. كان زمان الناس لما تيجي تعمل محشي تحمر البصلة قوي لدرجة انها خلاص هتتحرق، فبس بتعمل حموضة جامدة. المهم كمان قرن فلفل قطعته كده شوحته بعد البصل، وبعدين حطيت الطماطم وشوية البهارات بقى كده، ولو حابة تحطي مرقة دجاج مرقة لحمة براحتك برضو. هنا احط شوية قرفة برضو، القرفة بتبقى طعمها حلو في المحشي. هنا كان عندي ربطة شبت على كزبرة كده، يعني ربطة زي ما بنقول ربطة حزينة كده ملهاش حد فكانت خلاص قربت تدبل، يعني قلت لا الحقها واعمل شوية المحشي دول. فغسلتها كده وقطعتها، والبطة طبعا غسلتها برضو بدقيق وليمون وشعلقتها الشعلقة دي كده عشان تصفي. المهم هنا لسه هتعملي يا اسماء؟ اللي لسه ما حطش لايك للفيديو يا جماعه يحط لايك كده، واللي لسه مشتركش طبعا يشترك وينورني ويشرفني وينضم لعيلتي الجميله، وكله يصلي على النبي يا جماعه. جبنا كام بصلايه كده عملناهم لخلطه المحشي، والكام بصلايه التانيين دول هنعملهم لتتبيله البط، عشان شريف بيحب البط مشوي. عايزه اقول لكم هو بحس ان طعمه فعلا احلى ما يكون مشوي، غير ما انتي عاملاه في شوربه وكده، فقعدت بحب البط المشوي اكتر يعني. شايفين نظافة البطة عايزة اقول لكم متنضفة وبيضة زي الشمع، تنظيف ماما فادية الله يصلح حالها. عندها بتقعد على البطة، كانت لما يبقى عندنا بط كده دبحينه وبننضف كأن البطة دي عروسة ليلة دخلتها ولا تقول انا مش عايزة فيها ولا ريشة صغيرة. يعني في ناس بتنضف البطة على العيم كده على السريع، لكن ماما كانت تفضل تقعدنا على البطة ساعتين على ما ننضف. المهم عملت الخلطة بتاع البطة، مش عارفة مش مركزة ليه. عملت البصلة والفلفلاية والطماطماية، واحط كمان دبس الرمان كده، واحط تاني صويا صوص، معلقة من كل حاجة كده، وطبعا الملح والبهارات. هنغرز كده صدر البطة، بدل هتشويها غرزيها كده من على الصدر كده. هنمسك الخلطة الجميلة بتاعتنا دي وندعك بيها جسم البطة، وندخل التتبيلة في الفتحات اللي احنا عاملينها. قلت اما احط كمان معلقة زيت على التتبيلة، وسبتها في التتبيلة شوية برضو قبل ما ادخلها الفرن. وندعك كده عظم البطة من جوه وصدرها من جوه كده، يا سيدي بقى على الجمال. ساعة ما ولعت الفرن يا جماعة في المطبخ، بصوا مبقتش طايقة اقف فيه. عارفين الجو حر طبيعي اصلا، بس لما تيجي كمان تولعي الفرن بتاع البوتاجاز بيخلي المطبخ عبارة عن الجو حر جدا يعني. شايفين البطة
يا سيدي سبتها في التتبيله بس شويه كده، وقلت ايه اشطف الحاجات بس اللي انا استخدمتها على السريع كده يعني. الكبة، الشفشق بتاع الخلاط، الطبق اللي استخدمته. بصوا، لازم كل حاجة أول بأول كده، تلاقوا المطبخ رايق والدنيا رايقة معاك. ساعات لو كسلنا على حاجة بنيجي نبص حاجة على حاجة، خلاص ما عادش لينا نفس نعمل ندخل المطبخ بتاعنا. الكركبة نفسها بتخلي الواحد عنده طاقة سلبية، مش قادر ان هو بصوا انا لسه هقوم اعمل كل ده. لكن ما يكون حاجة بسيطة وكده اول بأول على طول، ما تتلاقوش قدامكم بقى حاجات كتير، بتبقى متسهلة يعني. وبالذات في الجو الحر اللي احنا فيه ده يا جماعة، ما كناش نعمل حاجة اول بأول، بدل ما نقف ساعة في المطبخ لا نقف 10 دقايق. خلاص كده طبعا حبايبي اللي على الفيسبوك بقى كده، ما تنسوش تشيروا الفيديوهات، انتم مقصرين في الشير شوية. فاتمنى كده، لان طبعا فيديوهاتي دي بتنزل برضو على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وكده. فاللي حابب يتابعني على الفيس حابب براحته، حابب يتابعني هنا عادي. وفي ناس بتتابعني هنا وهناك برضو، بتسمع الفيديو هنا وتروح تسمعه هناك. خلاص كده، خلاص كده كله تمام. حطوا اللايك بقى. هتعملي ايه يا سوما بقى؟ هنعمل خلطة المحشي. جبنا شوية الرز اللي هنعملهم، وطبعا التسبيكة بتاع المحشي بقت جاهزة وبردت كمان. وطبعا زي ما بقول لكم قبل كده كم مرة، انا ما بحبش اغسل الرز بتاع المحشي. في ناس بتغسله وتنشفه، انا بقى بحب الرز كده زي ما هو، ما بغسلوش. حطيت الشبت وهحط معلقة توم وحطيت الرز بالتدريج كده، اما اشوف ايه هياخد معايا قد ايه، قد ايه رز يعني. عايزه اقول لكم ان انا خلصت حشو واتبقى معايا رز برضو. وطبعا حطيت التوم زي ما بقول لكم، التوم بيتحط طري في الاخر كده، ما بتحطش في التسبيك. خلاص كده خلطة المحشي بقت جاهزة وتمام، والبطة بتاعتي اتبلت. هنا بقى هعمل ايه؟ هحط البطة كده في الفرن، كفاية عليها كده بقى، ندخلها الفرن. وعايزه اقول لكم انا ما استحملتش احشي الف المحشي وانا قاعده في المطبخ، خدته ورحت فين، في الصاله بره هناك. قلت اما افتح الشاشه وانا قاعده كده اتفرج على اي حاجه، والف المحشي وافتح عليها المروحه، احسن ما افضل قاعده كده في الحر. ممكن انت بقى لو ما عندكيش الكيس الحراري ده، ممكن تحط البطه برضو في اي صينيه عندك، اي صينيه مستطيله مدوره، المهم ان هي تاخد البطه بتاعتك، وتقومي مغطياها بورق فويل. لو عندك ورق زبدة الاول تغطيها بورق زبدة، وبعدين تحط ورق الفويل. لازم نغرز بقى الكيس الحراري كده يا جماعة. علشان ايه؟ علشان ما يفرقعش في الفرن. هنحط شوية مية وندخلها الفرن بقى كده، تاخد معاكي حوالي 3 ساعات. والله اعلم برضو ممكن تحتاج شوية اكتر، بس ما اظنش ان هي اقل من 3 ساعات، يعني ممكن 3 ساعات في زيادة شوية. بس عادي بقى، المهم على ما هلف المحشي وهطبخه وكده يكون البطة بتاعتي استوت يعني. ممكن لو انت حابة تعملها بدري وبتحب البطة مستوية خالص كده، في ناس بتحبها يعني تطلع يعني اللحمة من العظم بتاعتها كده، فعادي سيبيها بقى براحتك، اعملها من بدري وسيبها تتبل وحطها في الفرن سيبها براحتها. هنا طبعا ورق الكرنب ده انا كنت مفرزاه معاكم اصلا، كان عندي في الفريزر طلعته فك. وطبعا مفرزاه كده، كنت سلقاه ومقطعاه على اساس ان انا اخد على طول والف. عايزه اقول لكم برضو ان انا من ساعه ما عملت المحشي في صينيه، انا كنت الاول بعمله بلفه كده في حله، من ساعه ما عملته في صينيه زي ما انتم شايفين كده، وانا ما عدتش بعمله الا في الصينيه. ما شاء الله بحس انه احلى، وكله بيغلي من الوسط كده. في احيانا يقولك المحشي ايه مستواش كله، او في حبايه استوت وحبايه لا، ممكن تكون من الحله، احيانا النص ما يغلاش وكده. فالحله يا جماعه ممكن النص ما يغلاش عشان ايه؟ عشان احنا بنرص المحشي كتير قوي، رصات كتير كتير فوق بعضها، عشانها حله غويطه. فممكن النص ده دايما بقوم فرقاه بمعلقه كده، احط معلقه في النص كده وايه، وهز المحشي برضو كده وافرقه من النص،
علشان يعني يغلي وكده. لكن في اللهم صل على سيدنا محمد، في الصينية مش محتاج اصلا، يعني في الصينية ما شاء الله ما بتعملش ادوار كتير، فبتتلاقي المحشي كله يغلي في بعضه من الجوانب ومن النص وكله. وطبعا لازم قبل ما نولع المحشي بنهز الحلة كده واحنا بنقعد لها، الحلة او الصينية او اي حاجة بتعملي فيها. انا عملت صينية المحشي ده، عايزة اقولكوا كفتني يومين، يعني كان منها اول يوم المحشي والبط، واتبقى يعني ايه حتة بطة مع شوية محشي برضو مشيت بها تاني يوم. فانا صورت معاكم شوية كده، وبعدين ايه قعدت اكلم في ماما وهاجر اختي وشيماء، قعدنا نتكلم بينهم بقى، نتكلم فيديو يعني على الواتس وكده. لازم يوميا لازم نتكلم فيديو مع بعض، بس احيانا هايدي برضو معانا، إيه شيماء هاجر اللي موجودين كلنا وامل، كلنا لازم نتكلم فيديو مع بعض كده. فعندنا مثل بيقولك ايه، اللي ما تصبحه وتمسيه ما تعرف ايه جرى فيه. فهو انا كده ما طمنتش عليهم كده كل يوم يبقى معرفتش عنهم حاجة. خلاص كده يا جماعة لفيت صينية المحشي اهو، والله عايزة اقول لكم كانوا شوية محشي فعلا. اقول ايه، تسلم ايدي. تسلم، حد بيقول لنفسه تسلم ايدك، انا بقول تسلم ايدي والله على شوية المحشي دول. كانوا حلوين قوي، يعني تحس ان هم زي الزبدة كده، كانوا سايحين كده وطعمهم حلو ومستويين. فاللي لسه معايا لغايه دلوقتي في الفيديو ولسه مشتركش في القناه، بسرعه كده يشترك عندي. عايزين يا جماعه نوصل ل 350 الف اخت وام واب واخ واحلى ناس في حياتي. عايزين نوصل ان شاء الله في اقرب وقت ل 350. هانت يا جماعه، لو كل حد بيدخل يتفرج على الفيديو يشترك على طول هنوصل لل 400 الف كمان، مش 350. وما ننساش طبعا اختكم ام محمود. إيه، احنا طبعا يعني بشر وعندنا قلب كده، فايه القلب ده اكيد بيتأثر بالمواقف اللي زي دي. فاتمنى كلنا نقف جنبها والله من قلبي. إيه يعني هي سبحان الله يعني دخلت قلبي كده، وحسيت ان انا فعلا لازم اقف جنبها واوصل رسالتها لكم. فكلنا كده نشترك عندها في اللينك اللي في تعليق مثبت، ونكتب لها كلمة طيبة وندعمها، يعني لعل وعسى كده ربنا يجعلنا سبب في رزق ليها. ويعني دي حاجة كويسة، يعني حاجة كويسة ان احنا نبقى سبب في ان ام زي دي عندها 5 عيال، نبقى سبب في مساعدتنا، يعني ان هي تقدر تصرف عليهم، تجيب لهم فرخة تقدر تأكلهم، تجيب هي بصوا والله بسيطة جدا، لدرجة ان تقول انا عايزة اقل حاجة، انا راضية باقل حاجة بس اقدر بس اعيشهم، يعني اقل من الناس كمان. ف5 عيال في الزمن اللي احنا فيه ده، الله يعينها عليهم يا رب. الدنيا غالية جدا جدا والدنيا صعبة، فالله يعينها يا رب هي واللي زيها. عقدت للمحشي يا جماعة زي ما شفتوا كده، ايه ما بعقد له بقوم هزة كده الصينية، وطبعا بعقد له لغاية ما ايه نص المحشاية، اللي يعني عشان البنات اللي ما بتعرفش، يعني ما تغطيش المحشي بالشوربة، ما تغطيهوش، يعني اول دور في المحشي كده انت رصاه عند نص المحشية كده، عند نص صابع المحشي كده هيطلع معاكي مظبوط. ولو طلع قليل ممكن انت ايه بعد كده تظبطيه، لكن لو طلع إيه المية كتيرة او الشوربة كتيرة هيطلع معجن وخلاص ما انتش عارفة تظبطيه. فهنا طبعا عملت شوية شوربة حلوين كده من اللي نزلوا من البطة. البطة بتنزل الصوص بتاعها كده، فبقوم ظبطاهم شوية شوربة يا جماعة ما اقولكوش. هعمل منهم ملوخية، طبعا البطة استوت وبقت تمام والمحشي بتاعي استوى، فقلت اعمل طبق ملوخية بشوربة البط بقى. ملوخية بشوربة البط ينفع يبقى في شوربة بط وما يبقاش في ملوخية؟ يرضيكوا؟ فعملت شوية ملوخية على السريع كده. طبعا يا جماعة الخلطة اللي انا عاملاها للبط التتبيلة،
كنت حاطه فيها توم، لان بيتهيألي ما قلتلكوش، كنت حاطه فيها توم وحاطه فيها طماطم وفلفل وبصل والبهارات والملح ومظبطاها يعني، والصويا صوص عادي لو مش حطاها، الصويا صوص ودبس الرمان لو مش عندك عادي خالص. كل حاجة هتتجهز معايا. سبت شوية شوربة وعملت بشوية تانيين ملوخية، والمحشي برضو هغرفه معاكم. عايزة اوريكم بس شكل المحشي وانا بغرفه، طالع الصابع بصبعه كده وشكله يفتح النفس، وما فيش رز مهري حواليه ولا طالع منه ولا الكلام ده. شايفين حاجة كده فاخر من الاخر، بجد كان يستاهل بقكم شوية المحشي دول. يعني حتى لو كل واحد فينا محشية او صابع محشي عادي يعني مش مشكلة، المهم ان احنا كلنا ندوق منه. حبايبي والله. خلاص كده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله استنوني في فيديوهات جاية كتير احسن واحسن باذن الله. بوجودكم في حياتي وبدعمكم ليا يا احلى اخوات في الدنيا، الله يسعدكم ويدومكم نعمة في حياتي يا رب، ويحقق لكم كل ما بتتمنوا، ويكبر بخاطر جبارين الخواطر يا رب. وزي ما تقفوا جنب الناس كده ان شاء الله ربنا يقف جنبكم في كل حاجة، وما تتحوجوش لحد ابدا يا رب. يلا بينا نساعد ام محمود يا جماعة ونقف جنبها. خلاص كده انا غرفت الشوربة إيه والملوخية والمحشي، وهنا شريف ايه، كنت انا وشريف بنحط السفرة وكده، وقعدنا ناكل بقى بط ومحشي. طبعا الفيديو ده شفته عندي على القناة التانية. إيه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع الف الف سلامة يا حبايب قلبي، مع السلامة.